انا مش مصدق، مش مطمن، مش مستريح. والله انا حكيت لكم على اللي حصل بالظبط، وانا كل الكلام ده ما يخش عليا. وانا ما يتهيأليش بقى ان عدلي بيكذب. انا عارف لسه على نياتك. وانا لما قابلت ليه فوكيه في اسكندريه وجيت حكيت لك يا سوسو، كنت على نياتي برضه؟ انت مش فول، انت شفته وهو راجع من ليبيا؟ ايوه. وكان بيطلب القنصل الانجليزي. حصل وقدام عينيا. شفت الباسبور بتاعه؟ اشوفه ازاي وانا معاه في الحجز؟ ده انا كلامي. انت عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان ليفك وإيه لو كان انجليزي بحقه حقيقي كانوا جابوا له القنصل. ومين قال لك ان هو انجليزي فعلا؟ يبقى افرجوا عنه ليه بقى؟ زي ما افرجوا عني، ما يقدروش يثبتوا عليه حاجه. يا سلام، فاهم انت ان المصريين بالعباطه دي اياك؟ انا شفت هما بيحققوا معاه من كام يوم. انت ما عندكش فكره كان عامل فيهم ايه؟ كان بيتكلم ازاي وبيتصرف ازاي وبيلخبط الظابط قد ايه؟ كمان عدلي مش ممكن يكذب عليا. ده كان زمان. لو كان بيكذب كنت عرفت، على الاقل كنت حسيت. ما تنسيش يا ساره ان عدل النهارده بقى يزبش، مش لسه